بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين. أهلا بكم حبايبي الحلوين في فيديو جديد. النهاردة أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أنا عايزة منك كده مقص بتاعك، وعايزة منك شوية ملابس كده قديمة مش عايزاهم، طرحة قديمة، بندانة، عندك تيشيرت بتاع جوزك مش عايزاه، فانلة، بوكسر، أي حاجة من ولادك، من أي حاجة مش محتاجة لها في البيت كده، ومش بتعمليها قماشة مطبخ في فترة وفترة عايزاها وفترة مش عايزاها. طب خلاص، هاتي اي قماش عندك مش محتاجاه، او اي ملابس عندك قديمة لو اما عندك ملابس قديمة ما افضل انك تتبرعي بيها لو هي فيها روح كده لسه. مفيش يبقى تجيبيها كده وتقصقصيها معايا كده قصاقيس صغيرة. اول فكرتين هنعملهم مع بعضينا من الحكاية دي. عملتي ايه؟ ولا حاجة، قصقصتي كده قصاقيس صغيرة زي ما انت شفتيها كده في الفيديو، تقصقصيهم كده لازم تقصقصيها. اوعي تفكري ان انت تحطيهم في كيس مخدة زي كده وهم حتت كبيرة. كل ما قصقصتيها كل ما اديتك زي القطن كده او الفايبر طراوة احسن، واديتك كمان في مش طراوة يعني، طراوة يعني تديكي هبوط كده، ما تبقاش جامدة معاكي والمخدة تروح وتيجي كده وتلاقي حتة مكلكعة كده وحتة لا. هنعمل منهم مخدة تاخديها معاكي مثلا في المصيف، تنامي عليها مثلا، بدل ما انتش عايزه تنامي مثلا ومأجره شقه كده ومش عاجبك المخده اللي هناك ريحتها مش بتعجبك، خدي كده كام مخده معاكي تقعدي بيهم في البلكونه في الصيف. تاخديها مثلا مسافره كده ارياف تاخديها معاكي. ادي اول فكره انا عملتها، تقصقصي كده قصاقيس صغيره، مربعات صغيره كده، تتعبي شويه. تعالي في الشتاء كده في عز الدفا كده واعملي كده مع نفسك كده، قصقصي كده الحاجات كده وتسلي، واعملي بيهم ايه؟ المخده اللي انت شفتيها دي. طيب هنعمل ايه تاني؟ هنجيب بقى ايه، بصوا دي كانت طرحه قديمه عندي واتقطعت، فقلت ان انا عايزه اعمل منها فكره. اي طبعا لقيت عندي ملابس كتير. طب في حاجات بتنفع تستخدم في المطبخ تنشفي بيها تمسحي بيها حاجه، وفي حاجات ما تنفعش زي الطرحه دي مثلا خفيفه. طب انا هعمل ايه؟ هعمل بيهم فكرتين. فكرة ديت هعملها شفتها كده في حتة وقلت لما اجربها عندي، وفعلا طلعت تحفة وبتنفع في حاجات كتير. هاتي اي عصاية مقشة عندك اتكسرت وخليها عندك في البيت، بدل ما انت هترميها ولا تأذي بيها اي حد كده، هو ترميها في شارع ولا حاجة. لا استخدميها، هنستخدمها في ايه؟ دي الفكرة التانية. انا مش عايزة مني غير ان انت بس ايه، تشيليلي من عليها القشرة اللي عليها، مش ممكن تشيليها كلها وممكن ما تشيلهاش. العصاية الاول اللي جنبي اللي تحت ايديا دي اتشالت منها الورقة كلها، فمش مهم عندي. لازم اسيب حتة بس اللي انا ايه هشتغل عليها، تكون ايه حتة كده مفرغة والباقي عادي يقعد مش مهم. دي اهم حاجة عندي، ان انت تشيلي لي حتة وتشيلي لي القشرة اللي عليها ديت اللي هي الكيس اللي عليها، عشان ده ما يزحلقش الشغل اللي هنعمله عليها. وهاتي مقصك الحلو وتعالي بقى شوفي هنعمل ايه. دي بقى انا ايه، دي القصاقيس الكبيرة اللي انا قصاها كبير، وممكن لو في حاجة عندك متفضلة صغيرة تقصقصيها صغير زي ما انا كده، وتعملي عندك كل ما حاجة تبقى عندك قديمة قصقصي قصايص شرايط طويلة او شرايط صغيرة. كنت تدي الفكرة دي لاختك، تديها لصاحبتك، لو هي انت ايه هدية منك كده هتقولك ايه ده هتنفع هتعرفي كل حاجة، والله هتنفع معاكي وهتحبيها جدا في البيت. انا عايزة اقصقصها قصقص كبيرة، مش عايزة دي صغيرة، ديش هتبقى زي الشرايط، شفتوا الشرايط هي دي. امال التانية بقى كنت بقصها مربعات صغيرة كده، دي اللي احنا عملنا بيها منها المخدة، الفكرة الاولى. دي الفكرة التانية. بصوا الطرحة انا دي بقى ايه، بص عصيتها شرايط، انا طبعا عاملة كله عشان الفيديو بيطولش. بصوا انا بقى يمكن هتقعدي فيهم كذا ساعة، لو انت مثلا قاعدة بتتسلي في وقت كده تحت البطانية في الشتاء، هاتي كده وقصقصي شوية وتعالي اتفرجي على فيديو في اي قناة، اتفرجي. وانا مش عايزاك ان انت غير تقعدي بس ايه تتفرجي كده، وسرعي الفيديو من عندي انا، مش اعمليه على السرعة التانية. المهم ان انا جبت التيشيرت كده اهوت القديم اللي عندي دوت اللي انا مش عايزاله، ورحت مقصقصاه ايه شرايط طويلة كده زي ما انت شايفة، دي كانت قصايص صغيرة. بصوا بقى اعمل، عايزه شرايط طويله زي اللي انا مقصقصاها قدامكم دي على الترابيزه. قصقصي كده اهوت باي اي قصه، يعني واحده، المهم يكون يعني قريبين من بعض في القص كده عشان عايزينهم في حدود حجم واحد، لو واحده اطول من واحده شويه مش مهم. اي قصه عشوائي يعني، مش عايزاها للدرجه دي، بس عايزاها طويله بس شويه. انا بقى ايه، جبت العصايه بتاعتي، بس لازم شفتوا الحته اللي انا شلت منها الورقه دي، لازم دي بقى ايه اجيب عليها حاجه قطن، لان انا جربت اعملها من غير القطن ما نفعتش، لازم حاجه قطن يعني لازم تجيبوا شريط كده الاول اللي هنعمل عليه وتربطوه بالشكل ده، تلفيه كده نص لفه، عايزين غير حته صغيره وتعملي بعديها بشويه، تسيبي حته كده من العصايه وتعملي الحته المكسوره دي يعني. وبنروح جايبين بقى الشرايط بتاعتنا ونجيب كده شريط نفرشه من الشرايط ديت، وننزل بقى ايه بالشرايط اللي احنا عاملينها دي. انا اي رصه عندي هرصها، بس اسيب التلتين لتحت والتلت لفوق الشريط اللي انتوا شايفينه ده.
بروح ماسكاه كده وارص ارص بالمنظر ده. عايزه رص عادي مش مهم بقى ترصيه ايه الوان جنب بعضها، الوان مختلفه عن بعضها مش هتفرق. انا كنت بحاول اشكلها كده عشان شكل حلو. لون بينك على لون اخضر، يلا اي لون وخلاص. المهم ان احنا ايه هنرصها كده بالشكل دوت فوق بعضيها. المهم تعمليهم يعني كومة حلوة كده، يعني حبة حلوين تكوميهم كده فوق بعضيهم، يبقوا ايه يعملوا تقل كده، مش يبقى خفيفة كده، لا احنا عايزين حاجة هتنفع معانا بعدين، هتعجبك جدا جدا جدا. انا بحاول اهوت اعمل لكم كومة حلوة عشان ايه تبقوا شايفينها، ما تبقاش ايه خفيفة. ومش عايزة اجرن المقطع اكتر من كده. بص بقى انا التلتين في تحت والتلت اهوت. المهم ان انا باين الطرف بتاع الشريط اللي من تحت اللي انا ايه هشتغل عليه دلوقتي. بصي الحته اللي انا ربطتها دي عايزاها تبقى باين جايه على الشريط اللي انا حاطاه من تحت، اللي هو الشريط اللي تحت خالص على الترابيزه. بص عشان ده اللي هربط عليه، جبتهم كده فوق بعضهم. وتلمي بقى، عايزه بقى شده بقى جامده بقى، شده جامده بقى، وتربطي بقى ايه كذا ربطه بقى. الشريط بقى يبقى معاكي كبير وتربطي كذا ربطه، لان انت هتحملي عليه في الاستخدام اللي هتستخدميه. لازم تبقي ربطه كويسه جدا. ما ما تهمنيش يعني وتقولي لا هي رابطه وخلاص، لا. بصي بقت ايه، بقت معاكي احلى منفضه تنفضي بيها شيش، تنفضي بيها السراير، تنفضي بيها الركنه. المهم تبقى جامده. بصي يعني بمسك كده جامده، بزقها مش بتزق، ماشي. تنفضي بيها مثلا الشيش زي ما قلت لك، تنفضي بيها الركنه الانتريه، تمسحي بيها كده ترابيزه، تمسحي بيها مكتب، تمسحي بيها كومودينو، تسريحه بالشكل ده. بدل ما بتشتري اللي هي الرياشه ومش بتعيش معاكي، ادينا عملنا رياشه، اللي هي منفضه رياشه من حشوات لبس قديم عندك، واستفدنا مين. بصي انا عامله كذا واحده، ادي صاحبتك، ادي جارتك، ادي معارفك، ادي لها الفكره وعرفيها لها. واشوفك في فيديو جديد ان شاء الله، واقول لكم السلام عليكم.